نشرة الأخبار تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعرض الموقف التنفيذي لتطوير مينائي السخنة والعريش وتنمية منطقة شرق بورسعيد. أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجنود الروس لقرابة 65,000 جندي. هزت سلسلة من الانفجارات إقليم بأوكرانيا، حيث اشتعلت النيران في مبنى إداري محلي مما أدى لحدوث أضرار بالغة، بينما أعلنت الرئاسة الأوكرانية مقتل 10 أشخاص مدنيين وإصابة 14 آخرين في هجمات روسية على أراضي أوكرانية، حيث بلغ ارتفاع في أعداد القتلى في أوكرانيا حوالي 65,000 جندي. نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن افتتاح مستشفى لكلية الطب بالقوات المسلحة بألماظة لعلاج المرضى المدنيين بأسعار رمزية على أيدي نخبة من الأطباء المتميزين. رئيس الوزراء: التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، حيث أكد وزير الوزراء أن الحكومة تحرص على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تشكيل بعثة مساعدات عسكرية لدعم أوكرانيا بهدف تعزيز القدرة العسكرية للقوات الأوكرانية بما يتلائم مع نوعية الأسلحة المقدمة لها. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمتلك مصر أكبر الاحتياطات من الرمال السوداء حول العالم، وتدخل الرمال السوداء في العديد من الصناعات الهامة. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ. تم إنشاء طريق يبدأ من بورسعيد وينتهي عند السلوم بطول حوالي 300 كيلو متر، ويمر ب6 محافظات رئيسية: بورسعيد، دمياط، المنصورة، كفر الشيخ، الإسكندرية، ومطروح. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه الأسبوعي استعدادات المؤتمر الاقتصادي والقمة العالمية للمناخ. عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، وخلال الاجتماع تم بحث الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي الأحد المقبل، إضافة إلى ترتيبات القمة الدولية للمناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ الشهر المقبل. رئيس الوزراء يشهد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك بمحافظة القاهرة. شهد مصطفى مدبولي افتتاح المرحلة الأولى لمنظومة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة بديلة للسيارات ومواصلات النقل العام للتقليل من الزحام والحد من التلوث. الزمالك يفوز على سموحة، الأهلي يتغلب على الإسماعيلي، وبيراميدز يتعادل مع إنبي. حقق فريق الزمالك هدفين على نادي سموحة باستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، كما حصد فريق الأهلي 3 نقاط في بطولة الدوري بعد فوزه بهدف نظيف على الإسماعيلي. ليفربول يفوز على ويست هام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي. حقق نادي ليفربول فوزا بهدف دون شيء ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي. وهنا وصلنا لختام نشرة الأخبار. كانت معكم منى المصري.